ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة الكوفية دي وهنثبت عليها الفراولات. فيديو الفراولات انا نزلته على القناة. شرح وافي خالص للفراولة، واي حد مبتدئ هيعرف يعمله. هنعمل كمان الكوفية التريكو ده كروشيه، طبعا معروف ان الفراولة هتبقى كروشيه. التريكو غرزة البريش، وهقول لكم العدد بتاعها قد ايه والغرز برضو بتتعمل ازاي. اول حاجة هنبتدي ب25 غرزة بليسيه. هنشتغل غرزة عدل وغرزة مقلوب، كلنا طبعا عارفين الغرزة العدل والغرزة المقلوب. هنستخدم معانا هنا الخيط هيمالايا انتي بيلينج افريداي. ده انا استخدمته على فتلتين، يعني اخدت فتلتين. هي الكوفية هتاخد معانا حوالي 3 شلل. طبعا يعني 300 جرام، يعني طبعا حسب ما انتوا الطول اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن توصل ل2 متر او 150. الطول المتوسط لو 170 ممكن تاخد معانا لغاية 3 شلل. لو عايزينها اطول هتاخد اكتر طبعا. كمان استخدمت معانا هنا ابر سميكة مقاس 7. يلا نشوف البداية هتبقى ازاي. وزي ما قلت لكم هناخدها على 25 غرزة بليسيه، واحدة عدل واحدة مقلوب. هوريكم اول سطر، واحدة عدل واحدة مقلوب بالشكل ده، واحدة عدل واحدة مقلوب، وبكمل لغاية اخر السطر. السطر اللي بعده بسحب اول واحدة وبعدين بشتغل واحدة مقلوب. هبتدي عند اللي هي العدلة غرزة البشر بقى. مش بدخل هنا كده، مش بدخل الابرة هنا، بدخلها من تحتيها بالشكل ده في الغرزة العدلة بس، وبعدين المقلوب عادي خالص، وبعدين بدخل كده اهو مقلوب عادي. وفي الغرزة العدلة مش بدخل هنا، بدخل الابرة هنا وبشتغل واحدة عدلة، ودي غرزة البريوش. سهلة خالص وبسيطة، وعملتها لكم قبل كده على القناة، وعملنا قبل كده كوفيات بالشكل ده قبل كده. هكمل لغاية اخر السطر، وهكذا بقى السطر اللي بعده برضو بسحب اول واحدة من غير شغل، واللي بعديها مقلوبة حسب ما انا شايفة قدامي بقى، والعدلة بدخلها من تحت. غرزة سهلة وجميلة ومش بتاخد اي وقت معانا، وممكن تخلصيها بسرعة لو انت ركزتي عليها. ممكن تخلصيها في اقل من 2 أو 3، بس اهم حاجة طبعا المواظبة، لو مش هياخد منك وقت. كده خلاص هنكمل بقية الشغل على كده لغاية ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. توتا لازم تعكسني يعني. انا طبعا هنا وصلت للطول اللي احنا عايزينه. طبعا الاطوال دي حسب انتوا تحبوا ايه. انا عايزه اقول لكم ان الغرزه دي بتدي وسع، لو انتوا عايزينها اقل في العرض اقول لكم برضو العرض بتاعها قد ايه، اكتر من شبر، وكمان مش فاردينها قوي، شبر وشويه. يعني ممكن لو انتوا حابين تعملوها على غرز اقل ممكن تعملوها على 22 او 23 غرزة، ممكن لغاية 21 كمان هيدي وسع حلو. الطول بتاعهم اهو، يمكن كادر الكاميرا مش مبينة، بس طبعا هي باينة انها طويلة. طول اهو، ولما تخلص ان شاء الله ابقى اصورها لكم.
هعمل معاكم سطرين 3 كده. اول غرزة احنا بنسحبها من غير شغل، نسحب اول واحدة، تاني واحدة اشتغلها حسب طبعا ما احنا باين عندنا العدل، بعدين لوب، بعدين عدل، وهعملها من تحت اللي هي غرزة البريوش، مقلوب، بعدين احنا قلنا الغرزة احنا مش بندخلها هنا، البليسيه العادي بندخلها هنا، احنا بندخلها من تحتها. وهسيب لكم طبعا لينك الفراولة الجميلة دي، طبعا هسيب لكم اللينك الفيديو بتاعها موجود طبعا على القناة، وهسيب لكم اللينك بتاعه. نكمل مع بعض بالشكل ده لغاية ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. اخر سطر برضو زي ما كنت بديت بغرزة بليسيه عادية، هشتغلها برضو غرزة بليسيه عادية، ده اخر سطر قبل ما نقفل. هسحب برضو عندي اول واحدة واشتغل واحدة مقلوب، واحدة عدل عادية بقى، واحدة مقلوبة، واحدة عدل عادي، عشان ده اخر سطر قبل ما نقفل. واحد مقلوب، واحد عدل، ونكمل بقية السطر للاخر. واحدة عدل، واحدة مقلوبة، واحدة عدلة عادية، واحدة مقلوبة، واكمل للاخر. اخر سطر بقى هقفل التقفيل العادي، بسحب اول واحدة، بشتغل تاني واحدة، وبجيب الاولانية اللي انا اشتغلتها على التانية بالشكل ده. طبعا كلنا عارفين التقفيل، الا لو حد مبتدئ. بشتغل واحدة وبجيب الاولانية على التانية كده بالشكل ده، وهكمل لغاية اخر السطر كده. هقص اخر حتة عندي، اخر غرزة بدخل فيها الفتلة بالشكل ده، وكده يبقى انا قفلتها بالشكل ده. بعد كده بقى ممكن بقى برضو نركب لها شراشيب لو انتوا حابين. الشراشيب برضو هقول لكم ازاي بتتعمل بالعقدة بتاعتها. بناخد بالتقريب كده، هنعمل حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 فتل كده بالشكل ده، بالطول ده كده، وده هيتقسم كده، ده الطول بتاعه هيبقى الطول كده بتاعه. هقص طبعا احاول كل الشراشيب تبقى قد بعض بالشكل ده، وهبتدي بإبرة كروشيه. بدخل عندي هنا، بجيب بالنص كده بالظبط، وبدخل هنا الإبرة كده، وهبتدي في الجزء اللي هنا ده بدخل كل الفتل كده بالشكل ده. يبقى انا عندي هنا عملت واحدة من الشراشيب، وهكمل بقية الاجزاء بقى. ممكن نقسمهم
واحدة كده على الطرف، واحدة على الطرف، وبعدين بحط واحدة كمان في النص هنا، وبقسم بقى كل قدام واحدة عقدة او شرشوبة من دي بيبقى قدامها شرشوبة. يعني لازم يكون التقسيم مظبوط، المسافات مظبوطة ما بين كل عقدة والتانية. يعني بركب واحدة هنا وواحدة هنا، وممكن في النص واحدة، وبعدين اقسم بقى واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده. ركبت انا هنا 5 عقد شراشيب. ممكن نركب كمان واحدة هنا وواحدة هنا لو احنا عايزينهم جنب بعض قوي. ممكن 1 2 3 4 كمان، يعني ممكن نعمل 9. بعد كده بقى بتسويهم، ساوي الاجزاء دي كده بالشكل ده، ونخليهم قد بعض. باخد كل واحدة كده وبحطها جنب اللي جنبها عشان اقيس الاطوال تبقى قد بعض بالشكل ده. واللي جنبها كمان بالشكل ده برضو، لغاية ما اساويهم كلهم يبقوا نفس الاطوال. بعد ما بنخلص الشراشيب، طبعا انا هكمل بقى بقية الشراشيب عشان الفيديو ما يطولش عليكم، بس انتوا عرفتوا الفكرة بتاعته. بعد كده بقى بنركب عندي هنا الفراولات. لو حابين تركبوا 2، واحدة هنا والتانية برضو جنبها بالشكل ده، او ممكن واحدة بس زي ما تحبوا. نركبها ازاي بقى؟ هنشوف. بإبرة التنظيف هنركب خيط يكون لونه احمر، عشان احنا هنشتغل مع الفراولة لونها احمر، وهنثبت بيها عشان الابيض هيبان في الفراولاية، فاحنا هنثبت كده بالشكل ده. كده هي مش هتبان. نثبت كده بالشكل ده. هنكمل بقى تثبيت كده. خلاص ثبتناها متماسكة. ممكن برضو نثبت الجزء ده برضو، طلع شكلها جميل جدا، وعايزة اقول لكم بقى انها خطيرة بجد. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.